احلى حاجه في الدنيا الناس الطيبه النظيفه. الناس دي ما بتطقش البخل. البخل المادي بالنسبه لهم عيبه والمعاني اللي وراه وحشه، والبخل المعنوي بيغطي على كل المحاسن. الشخص الكريم مساوئه بتتغطى بكرمه، والشخص البخيل محاسنه بتتنسي بسبب بخله. الغدار ما يعرفش ربنا. ليه؟ اللي بيغدر ده وبيقهر قلب حد على قرشه، ولا بيغدر بخطيبته، ولا بمراته، ولا واحده بتغدر بجوزها. الغدر واحد ناسي ان في دنيا انت محتاج فيها ان ربنا يسترها معاك. وانا النهارده لما اسرق واحد اخد شقه عمره، ولا تسبب في رفضه، هو انا مش محتاج ان ربنا يبارك لي في صحتي. ده الفيروس بيخش جوه الجسم بيجيبه الارض. وانا مش محتاج ان ربنا يسترها، يستر طريقي، ان ربنا يبارك لي في قرشي، ان ربنا ما يسلطش عليا حد اقوى مني يقهرني. هو ما فيش قبر. القبر ده لو قعدت فيه ساعه ضلمه ابقى مرعوب. مش في اخره ربنا هيحاسبنا اما الى جنه واما الى نار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللي غدروا في يوم الرجيع دول طبعا كانوا مشركين اصلا، بس احنا بقى كمؤمنين موحدين الغدر ده احنا محتاجين ربنا يستر كل خطوه في طريقنا. ما بالك واحد يغدر ويستنى بقى القدر، سواء في الدنيا والاخره، او ربنا الحكمه عنده يمهله في الدنيا يمكن يتوب، بس الاخره اشد عذابا وابقى. الامانه والوفاء ده خلق الناس المنوره بنور الناس. افكارك هي الكنز اللي لازم تحافظ عليه وما تخليش الايام تغيره. الشخص الطيب طيبتك دي سر كرم كتير انت شايفه في حياتك، حتى لو في انسان ما قدرش طيبتك. فحافظ على هذه المعتقدات لان هي اللي بتحميك، وما تخليش الايام تغير لك افكارك الجميله ومعتقداتك السليمه. احلى حاجه في الدنيا الناس الطيبه النظيفه. الناس دي ما بتطقش البخل. البخل المادي بالنسبه لهم عيبه والمعاني اللي وراه وحشه، والبخل المعنوي بيغطي على كل المحاسن. الشخص الكريم مساوئه بتتغطى بكرمه، والشخص البخيل محاسنه بتتنسي بسبب بخله.